يا جماعه خليكم واثقين في شرطه بلدكم، شرطه بلدكم من ولادكم، جيش بلدكم من ولادكم. كلنا ولاد بعض، كلنا اهل في بعض، كلنا اللي ابويا اللي ابني اللي اخويا اللي ابن خالتي اللي ابن عمي اللي ابن خالي، كلنا اهل في بعض. يا جماعه انتوا مالكم في ايه يا جماعه؟ ما تخلوش يا جماعه حد يضحك عليكم ومش عارف البلد اتباعت والبلد يا جماعه، الكلام ده كبير يا جماعه. مش عارف الناس جرالها ايه، الناس بقت تهاجم اي حاجه بدون ما يفهم، بدون ما يعرف، بدون ما يكون عنده يعني. بخصوص يا جماعه موضوع مراسي والساحل الشمالي والقرى السياحيه والكلام ده كله، قولا واحدا كده يا جماعه، اقسم بالله اقسم بالله والله العظيم، انا ما حد قال لي قول الكلام ده، ولا انا بس بقول معلومه للناس مش اكتر. بصوا يا جماعه، الشرطه المصريه بتبقى متواجده على كل شبر من ارض مصر، تمام؟ لكن في اماكن حاجه خاصه، يعني مثلا فندق سياحي، قريه سياحيه، مدينه خاصه زي المدن الخاصه اللي انتوا عارفينها يعني. الاماكن دي بيكون لها امن خاص، الامن الخاص ده هو اللي بيشتغل جوه المكان، لكن الشرطه بتبقى متواجده لكن مش بتبقى فعاله. لكن لازم تكون موجوده عشان لو حاجه رسميه، بلاغ رسمي، مش عارفه ايه الكلام ده كله، بتبقى موجوده. لكن ان الشرطه تكون ممنوع من دخول مكان، ما فيش الكلام ده، كل الكلام ده كلام غلط. واللي يقول لك كده اقسم بالله كذاب، اقسم بالله كذاب. ولو مش مصدقني اللي بيسمعني دلوقتي، لو مش مصدقني اسال اي حد في الشرطه او شرطه السياحه، اسال حد شغال في مكان اللي هو بيبقى شغال في امن خاص في اماكن سياحيه وكده، او اسال الناس اللي بتدخل الاماكن دي، هيقول لك لازم يكون في حد من الشرطه. كل فنادق مصر يا جماعه لازم تلاقي فرد شرطه كده على الباب بتاع الفندق. مفيش شرطه ومفيش مش عارف ايه، مفيش شرطه، لكن في فرد شرطه موجود، لو في حاجه بيبلغ على طول تبص تلاقي الشرطه اشتغلت. فكره ان الشرطه ممنوع تخش مكان ده مش موجوده يا جماعه، اقسم بالله. ثانيا، عايز اقول لكم شطوط مصر كلها على البحر الاحمر وعلى البحر الابيض المتوسط كلها تابعه للجيش المصري، هي ملك للجيش المصري وحرس الحدود. مفيش حاجه اسمها واحد يمتلك شط، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، هو بيستخدمه علشان المنشأة السياحية بتاعته، لكن هو ملك للجيش المصري. حتى لو صاحب المنشأة يمتلك الأرض دي، لكن الشاطئ بالذات هو ملك الجيش المصري، ممكن يقفله في أي وقت، وممكن يدي أمر بحاجات معينة تتعمل غصب عن اي حد. فما تخلوش يا جماعه حد يضحك عليكم ومش عارف البلد اتباعت والبلد يا جماعه، الكلام ده كبير يا جماعه، خلي عندكم عقل شويه لو سمحتم. يعني انتوا مش عارف انتوا للدرجه دي، هو ما فيش ثقه للدرجه دي. يا جماعه خليكم واثقين في شرطه بلدكم، شرطه بلدكم من ولادكم، جيش بلدكم من ولادكم. كلنا ولاد بعض، كلنا اهل في بعض، كلنا اللي ابويا اللي ابني اللي اخويا اللي ابن خالتي اللي ابن عمي اللي ابن خالي، كلنا اهل في بعض. يا جماعه انتوا مالكم في ايه يا جماعه؟ خلي عندكم ثقه شويه في جيش بلدكم وشرطه بلدكم والمسؤولين في بلدكم. في مشاكل بتحصل وفي سلبيات، لكن ما توصلش لكده يعني. مش معنى ان حد تبع ناس معينه ولا تبع حد معين بيقول اي كلمتين البلد اتباعت، الكلام الكبير ده يا جماعه ما تصدقوهوش والنبي. يا جماعه والنبي خلي عندكم عقل، ووزنوا الامور بالعقل الاول قبل ما تقولوا اي كلام وقبل ما تحكموا على اي حاجه. والله العظيم الكلام ده بقوله لله، اقسم بالله، وكمعلومه للناس مش اكتر بس.